أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 26 من الدروس الأخلاقية. وصل بنا الكلام إلى عنوان الظلم. قال الشيخ عباس القمي صاحب كتاب 50 درسا في الأخلاق: أخي وعزيزي، إياك والظلم لعباد الله، فإن جميع طوائف العالم أجمعوا على قباحته، وتوعد القرآن الكريم الظالمين ولعنهم، وذمت الأخبار الظالمين وهددتهم، وروي أن ساعة ظلم وجور هي عند الله أسوأ من 60 عاما من الذنوب. وقال عز من قائل: والله لا يحب الظالمين. وآيات كثيرة على نظائر هذه الآيات: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وسيعلم الذين ظلموا أن الله لا يهدي القوم الظالمين، ويوم يعض الظالم. آيات كثيرة ذمت الظلم. وروي عن شفيع الأمة محمد صلى الله عليه وآله: إنه ليأتي العبد يوم القيامة وقد سرته حسناته. يأتي العبد يوم القيامة فرحان بحسناته بأعماله الصالحة، فيجيء الرجل فيقول: يا ربي ظلمني هذا صاحب الحسنات اللي يفرح في حسناته، قد ظلمني، يا ربي ظلمني هذا. فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الذي سأل، فما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة. فإذا جاء من يسأله نظر إلى سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل، فلا يزال يستوفى منه حتى يدخل النار والعياذ بالله. وروي عن وصيه أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، وإياك والظلم فإنه أكبر المعاصي. يعبر عنه الإمام علي: أكبر المعاصي. والظلم يزل القدم ويسلب النعم ويهلك الأمم. وروي عن علي عليه السلام أنه قال: اسمعوا هذا النص الذي قاله علي صلوات الله عليه، وهو مذكور في نهج البلاغة: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد. هذا مشهد عجيب، يعني توصيف عجيب. الإمام علي سلام الله عليه يقول له: يبيتوني على حسك السعدان، هذا النبات الذي ينبت في الصحراء، وأجر في الأغلال مصفدا، يجروني على هذا الشوك، يجروني وأنا مقيد. يقول: أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة وأنا ظالما لبعض العباد، أو وغاصبا لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. وروي عن جعفر الصادق عن آبائه قال: كان علي يقول: العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثة، فتنبه أيها العزيز، واجعل سيرتك العدل، وتجنب ظلم عباد الله، فإن شرف صفة العدل خارج عن حيز الوصف وحده، ويكفيك في ذلك أن ترى رجال العدل قد ضمهم التراب، لكن ذكرهم يملأ الآفاق، وبهم تضرب الأمثال، ويتحسر الناس لعدلهم لدولهم، بينما يمر بعدهم آلاف الحكام الذين تطوى صفحتهم ويمحى ذكرهم بسبب ظلمهم
لأن الناس ينتظرون ساعة الخلاص منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم ظلم العباد بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله.